السلام عليكم احبابي ورحمة الله وبركاته. يا الحسين، اريدك تلعب طوبة بجنتي لانه اخذت ابني من عندي وعزلت بيه. هاي شو وقت مرة تمشي قدامي بزيارة الحسين بالمشاية تدعي على جنتها تقول له يا الحسين اريدك تدمر جنتي وتلعب طوبة بيها لانه اخذت وليدي وعزلت بيه. عمي انت هم اخذت ابن الناس وعزلت بيه، ما ظليت ببيت اهل زوجك، هم عمتك تدعي عليه تقول له يا الحسين العب طوبه بهاي مثلا شنتي. الدعاء اللي ما يرضي رب العالمين وذاك المقابل ما يستحق ان تدعون عليه، هذا ما مقبول، لان الدعاء ما مقبول اذا كان هذا الشخص سواء مرأة او رجل ما يستاهل ادعى عليه. لو تدعى عليه ليل بنهار ابدا ما يصير بشيء، ولو فقط بدعائك او بدعائك كان رب العالمين ما خلى بشر مسح الكرة الارضية لخاطر دعائك او دعاء هذا الشخص اللي يدعي، لانه المقابل ما يستاهل. اما بعض الادعية المقابل يستاهل ان شلون بتعبيرنا العامي يشور به او ينظر باليمين، رب العالمين ذاك الوقت ينفذه او يستحق هذا عفوا ويستحق هذا المقابل الدعاء او ينظر. نعم اكو ادعية ما يستجيبها الله سبحانه وتعالى. واحد يقولون يم الامام الكاظم عليه السلام يقول له يا موسى بن جعفر اريدك تطيب عيوني. سمع احد المسؤولين الكبار او الوزراء قال له شوف انا راح افتر فرتين او ثلاثة واجي اذا لقيت الكاظم ما نطيب عيونك انا تعرف شو اسوي بيك. يقول هذا خله فره فرتين جاء قال له قال له مولانا طبت حقيقة توسلت بالامام الكاظم. قلت له مشي الهي مشي عليك الامام الكاظم، ربي امشي عليك الامام الكاظم طيب عيوني، ولا هذا لو يذبني بالسجن لو يلعب بيا طوبة. اي نعم. فيقول شفت عيوني هنا شنو اخواني الاعزاء جاي يقول لنا اي انسان فاهم عقائديا يقول الدعاء اذا ما كان بعقيده وحقيقه هذا اللي انت تدعي الى مكانه عند رب العالمين بحيث تاخذ واسطه او زلفه تقول له الهي بحق هذا الامام ان الشافعيوني ان تنتقم لي من فلان شخص ضرني او فلانه ضرتني اذتني، الهي انتقم من عندها لان فلانه اذتني. بعدين رب العالمين يشوفها مأذيتك صدق راح يستجاب الدعاء، يشوفها ما مأذيتك صدق ما يستجاب دعائك لو تدعي ليل ونهار. وانت كذلك اذا تشوفه ما رب العالمين يشوفه ما مأذيك هذا الشخص وما حفر جواك ما يستجاب دعائك، لكن اذا حفر جواك واذاك هذا راح يستجيب دعاء رب العالمين، يستجاب دعائك وينظر هذا الشخص لان اذاك وحفر جواك. اما تقول انا حقيقه هذا اذاني وش كثر ادعي، لعلمه بعاقبه الامور رب العالمين يعرف ايش وقت ينزل العقاب ويعطي الثواب. شوفوا الامام الحسين عليه السلام مو وحده هسه رايحه بدايه الحديث تقول له اريدك تلعب بجنت طوبه لانه اخذت ابنه وعزلت به. شوفوا الحسين عليه السلام جاء واحد يهز بقبره يقول له سالتك بامك فاطمه الا تشفع ليزيد. اللي داير ما داير سمعوه قال له انت جاي تحكي انت تدري بيزيد ايش سوى بيه؟ قال لهم نعم يزيد قتله وسبع عياله حرق الخيام اخذ الرؤوس على الرماح دار بها الامصار، لكن يسووها ويشفعون يسويها الحسين عليه السلام ويشفع ليزيد لانه هؤلاء اكبر من الحقد. يسووها اهل البيت ويشفعون ليزيد. ليش؟ لانهم ما يعرفون الحقد. علي السجاد لما ما صب على راس الخادم ووقع الابريج وقع على راسه وشقه، بعدين عفى عنه قال لان الله يحب المحسنين، قال اذهب انت حر لوجه الله. لو واحد يجي يقول للحسين ما يعني رب العالمين يقدره ويخلي يصير شفيع او يغفر الفلان من الناس او يشفع ليزيد لانه ما يعرفون الحقد ابدا ولا يقرب من بالهم ابدا ابدا. علي بن ابي طالب طبروه قال لهم اذا انا متت ما يخالف،
الضربة بضربة، وإذا أنا عشت إما أعفو أو أقتص. بشرفكم شو تقولون أمير المؤمنين، يعفو لو يقتص؟ والله يعفو، ما يحتاج أن يضرب ذاك هو بدنه صاحي. نعم يا أحبابي، هكذا تقاد الأمور. هسه يجي واحد يقول يابا الحسين صحيح ما يريد الزاير اللي يزوره هو مطلوب، ما يريده، يعني يقول له روح فك دينك، لأنه هو بالناقة قبل المعركة قال من كان في ذمته دين فهو حل من بيعتي. ناس تمشي وراه وقال فهو حل من بيعتي، خليه يروح ما اريده. اليوم الزاير اي زاير بيكم يسمع، اذا مطلوب دين فك دينك وروح، اذا ما مصلي حاول تصلي، ما اقول لك اللي ما يصلي ما يقبل زيارته، لا حاول تصلي. نعم، اذا حاكي لك على واحد حاول تستوهب من عنده، اذا ماخذ دين حاول تسد دينك. اي نعم، تطلب حاول تقول لهم يابا اني ما تبريهم الذمه او تسترجع دينك من عندهم، واذا عصوا خليهم هم رب العالمين. فالحسين نعم يقبل اليهودي ويقبل البوذي ويقبل اي واحد، لكنه هذول اي واحد اذا دائما مطلوبين ودائما مخربطين ما يريدهم الحسين. انا اقول لك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.